السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون يومكم خير. النهارده في الحلقه بتاعتنا هنتكلم عن مشكله نهائي الكونفدراليه ما بين الزمالك وفريق نهضه البركان، والاحداث اللي حصلت بعد المباراه في الاحتفاليه المفروض. بس قبل ما نتكلم بس عن المشاكل اللي حصلت والهيصه اللي حصلت والمفروض الاتحاد الافريقي اليومين دول في عقوبات هتطلع نادي الزمالك. بيقال ان العقوبات دي هتوصل ل 200,000 دولار. يعني انت في بطولة افريقيا بتاخد لك دوري ابطال افريقيا بتاخد لك حوالي 2 مليون دولار، وصلت ل 2 مليون. انت بتتكلم في الكونفدرالية بتتكلم في مليون ونص دولار. تخيل انت لما يبقى عقوبات نازلة عليك في نهاية البطولة وانت واخد البطولة ب 200,000 دولار، فيعني طبعا عقوبة كبيرة هتوصل ان هي توصل لمبلغ كبير. هنشوف الايام اللي جايه. على بناء على هذا الاساس الاتحاد الافريقي خاطب النادي الاهلي في المباراه النهائيه الخاصه يوم السبت بتاع دوري ابطال افريقيا مع الترجي التونسي. خبوا ان لازم يبقى فيه التزام، لازم يبقى الموضوع مش متساب زي مباراه الزمالك. في برضه بيقال ان احتمال ينقلوا مراسم التتويج تبقى في المنصه، لسه هنشوف الاول. المهم خلينا قبل بس نخش في القصص ديت في مباراه الزمالك ومباراه نهضه البركان، خلينا بس نتكلم تفصيله بس صغيره عن الاسطوره الكبير شيكابالا، اسطوره نادي الزمالك. شيكابالا عنده 38 سنه، تمام؟ لعب 369 مباراه مع نادي الزمالك على مدار حياته. ساهم في 154 جول، تمام؟ ال 154 جول دول هو سجل منهم 68 هدف، صنع 86 هدف، حصل على 25 بطاقه صفراء و2 بطاقه حمراء. اوكي، ده تاريخ شيكابالا مع نادي الزمالك عموما. حصل على 13 بطوله رسميه مع نادي الزمالك، منهم 3 بطولات، البطوله الاخيره الكونفدراليه، 3 بطولات قاريه، بطولتين سوبر افريقي، وبطوله الكونفدراليه اللي كانت من كام يوم. طيب شيكابالا ما لعبش نهائي البطوله، لا ذهاب ولا اياب، البطوله الكونفدراليه الاخيره، ولا لعب من بطولتين السوبر الافريقي. في بطوله سوبر افريقي ما لعبش في المباراه فيها، والبطوله الثانيه لعب فيها ربع ساعه. تمام كده، خليك بس ايه معايا. اذا اسطوره نادي الزمالك شيكابالا في ال3 بطولات القاريه اللي هو حضرهم ما لعبش فيهم غير ربع ساعه. ربع ساعه، يعني نقدر نقول مجهود الفرقه اللي كسبت ال3 بطولات اللي هو كان متواجد فيهم، منهم مباراتين ما لعبش اصلا، مجهود لعيبه غيره لعبت في المباراه في ال3 مباريات، ومباراه بطوله منهم لعب ربع ساعه. خليك بس معايا، تمام كده؟ تمام. طيب مش هكلمك ان دي ارقام تتكلم عن اسطوره فعليه او لا، دي مش ده مش النقاش بتاعي، بس خليك ماشي معايا واحده واحده. طيب هنبتدي بقى نتكلم في الفيديوهات اللي ظهرت والاحداث اللي حصلت. اول فيديو خاص بكابتن نادي الزمالك واسطوره نادي الزمالك شيكابالا، وهو رايح على مكان ممر مقفول من الامن، رايح يجيب مراته وابنه. طب انت رايح تجيبهم منين يا كابتن شيكابالا؟ انت مراتك وابنك يخشوا ليه الملعب؟ ليه؟ في ظل ان قبلها ب3 4 ايام كان في مؤتمر امني معمول من الاتحاد الافريقي مع نادي الزمالك، اذا كان بقى مع الجهاز الفني ومع اللعيبه ومع الاداره وكل حاجه، متفقين على الشروط والقيود، ومين اللي داخل جوه الاستاد، ومين اللي داخل ارضيه الملعب، ومين اللي هيخش ومين مش حقه يخش. ولو في اسماء عايزه تخش، المفروض نادي الزمالك بيبعت لسته قبل طبعا المباراه ب3 4 ايام في المؤتمر الامني دوت، وبيخبر الاتحاد الافريقي ان هو عايز يدخل الاسامي دي. والاتحاد الافريقي اما بيوافق وبيطلع زي كيوهات بتطلع باسامي الناس اللي داخله عشان تخش، او بيرفض. تمام. اذا اللعيبه عارفه، الجهاز الفني عارف، الاداره الزمالك عارفه، كل الناس عارفه في الاجتماع الامني ده مين اللي داخل ومين اللي خارج ومين هينفع يخش ومين ما ينفعش يخش، واجراءات التامينات عامله ازاي، واجراءات مراسم الجوائز هتبقى عامله ازاي، والمنصه والقصص دي كلها. كابتن شيكابالا انت رايح تعمل ايه؟ رايح تدخل مراتك وابنك ليه؟ علامه استفهام.
تمام كده تمام كده. طيب في حاجه تانية، وكابتن شيكابالا المفروض من رئيس الاتحاد الافريقي بيسلموا الكاس. كابتن شيكابالا انت موقف ابنك بيستلم الكاس ليه؟ ليه يا كابتن شيكابالا؟ مجهود اللعيبه اللي واقفه دي كلها اللي مستنياك تشيل الكاس وتفرح معاهم وتديهم الكاس، والشو اللي بنشوفه في اي بطوله عالميه وفي اي بطوله قاريه داخل افريقيا لما بنشوفها، اذا كان اهلي او فرق تانية افريقيه. طبيعي كابتن الفرقه بيبقى بيحتفل مع اللعيبه زملائه اللي في الملعب ومع الجهاز الفني. ليه تخلي ابنك يشيل الكاس؟ ليه بعد ما ابنك يشيل الكاس تقوم واخد انت الكاس وجاري وسايب ابنك؟ طب ما ابنك دوت في العك اللي انت شايفه ده كله ممكن يتداس، انت حتى مش خايف عليه. يعني انت لا خايف على مجهود زمايلك في الفرقه، ولا قدرت مجهودهم، ولا قدرت ان هم واقفين وتعبانين البطوله كلها ان انت تفرح معاهم وهم يفرحوا بالكاس، ولا قدرت ابنك اللي انت سبته وجريت وسط المعمعه يداس بقى ما يداس مش فارقه، وبعدين ما افتكرته رحت راجع واخده. ايه ده؟ ايه العك كده؟ ايه العك كده؟ كل الاحداث دي الناس شافتها. ايه العك كده؟ ايه عدم المسؤوليه من كابتن فريق كبير زي ده؟ يا جماعه واحنا ليه الزمالك لعيبته او الناس اللي فيه ليه دايما حاسين بنقص؟ ليه؟ هو انتوا محرومين؟ نادي الزمالك نادي كبير يا جماعه، مش نادي صغير. كابتن شيكابالا انت كابتن فريق كبير، انت المفروض مش كابتن صغير. ايه التصرفات الصبيانيه دي؟ ليه التصرفات الصبيانيه دي؟ ليه تصدر من كابتن فريق كبير زيك؟ وبعدين نقول اسطوره ده بالمواقف، اسطوره دوت بالتقاليد اللي بيمشي عليها، بمبادئ النادي، بتصرفاته الشخصيه. هو ده الاسطوره، بمواقفه مع زمايله في الملعب، زمايله جوه غرف الملابس، بمواقفه مع الجهاز الفني. دي كلها مواقف تقول ان انت لعيب اسطوره وكابتن الفريق، مش حاجه تانية. طب بلاش، خلينا نكمل. في فيديو تاني ظهر، مهاجم الفريق سيف الجزيري. انت بتعمل ايه يا كابتن سيف؟ انت مدخل مراتك فين؟ عايز برضو يدخلها الملعب. الاحداث اللي انتوا شايفينها دي ليه؟ ايه لازمتها؟ يا جماعه في العالم كله مفيش بطولات، فرق فايزه ببطولات بتدخل ولادها وبتدخل مراتاتها وبتدخل اهلها وبتدخل اخواتها الملعب. مفيش الكلام ده، مفيش خالص الكلام ده يا جماعه. ده فيديو ثالث على ما اعتقد، ده اللي باين في الفيديو ده على ما اعتقد كابتن منسي. اديك شايف اهو بيشاور زوجته ودخلوا زوجتي، دخل زوجتك فين؟ يا جماعه ده مش فرح العمده، يا جماعه ده مش فرح العمده، دي بطوله قاريه. انتوا المفروض تبقوا فرحانين في الملعب، زوجاتكم ان هي تخش وولادكم يخشوا بعد الاجواء دي، بعد ما تحتفل بالبطوله، بعد مراسم الاحتفال، بعد ما تستلم الكاس وتستلم ميدالياتك بعد القصه دي كلها والليله دي كلها، والمسؤولين اللي هم حاضرين اللي هم بيسلموا حضرتك الميداليات والكاس يخرجوا، ممكن ساعتها يبقى الناس دي تخش، زوجتك تخش واطفالك يخشوا وولادك يخشوا. انا عايز اقول لك في ناس اصلا جماهير نزلت الملعب. ليه؟ في فيديو تاني نشوفه مع بعض. الفيديو دوت كابتن شيكابالا بعد ما دخل مع زوجته ودخل ابنه الطريحه. يا كابتن شيكابالا عايز تدخل مين تاني اللي انت عايز تدخله يا اسطوره؟ كابتن عواد بتشاور لمين؟ انت ايه اللي موقفك هنا؟ ده مش مكانك، لا انت ولا شيكابالا. انتوا واقفين هنا بتعملوا ايه؟ وبعدين يطلع اصوات تقول لك العك ده اشمعنى مباريات الزمالك واللي بيحصل الكلام دوت في مباريات الزمالك. يا جماعه عشان ثقافه اللعيبه اللي عندكم، عشان ثقافه جمهوركم يا جماعه، ثقافه اللعيبه المتواجده ثقافه مش كويسه. انت النهارده مفيش منظر دوت بيتعمل في اي بلد، في اي تنظيم بطوله قاريه محليه، ده ما بيحصلش. الدوري الانجليزي نفسه، بلاش الدوري الانجليزي، دول سابقنا يا عم ب 9000 8000 9000 سنه قدام. مفيش اي بطوله بتقول ان انت تحضر زوجتك واولادك يحتفلوا معاك بالبطوله جوه الملعب، مفيش كده. وبعدين تطلع اصوات تقول لك اشمعنى ده يحصل مع الزمالك؟ عشان انتوا ثقافتكم كده، ثقافه غلط. اشمعنى ده ما يحصلش مع الاهلي؟ عشان الاهلي ثقافته مش كده. عمرك شفت الاهلي بيحتفل في اي مباراه او اي جايزه او اي بطوله بيكسبها انه بيجيب ازواج اللعيبه واطفالهم وبيخشوا ويدخلوهم لازم خناقات وبتاع عشان يدخلوه؟ مفيش الكلام ده خالص.
الكلام ده من عندك، من ثقافه لعيبتك. هي دي المشكله الاساسيه، زي برضو المشكله اللي حصلت ايام اللجنه الثلاثيه اللي كان ساعتها مباراه الزمالك لما كسب الكاس، برضو كانت نفس الخناقه ما بين شيكابالا ورئيس الاتحاد، اللجنه الثلاثيه مش متذكر اسمه قوي، وحصلت خناقه وقال له انت اهلاوي وشتموا بعض وهزقوا بعض، وشيكابالا على حسها توقف في 6 شهور. طب ليه؟ هو ليه شيكابالا دايما الشو ليه يا كابتن شيكابالا؟ انت كابتن من غير شو، انت مهاري من غير شو، ليه لازم تطلع تاخد اللقطه؟ والمشكله انت بتاخد اللقطه غلط، ما بتاخدهاش صح، يعني ما حدش بيسقف لك عليها خالص على فكره، بالعكس انت بتنتقد وبتبقى غلط. يعني ظهرنا اسم مصر، خلي بالك الزمالك كان بيلعب الماتش ده مش باسم الزمالك، اهلاويه كتير كانوا بيشجعوا الزمالك في المباراه دي. انت اسم مصر قصاد الاتحاد الافريقي. فيديو من ضمن الفيديوهات، مسؤولين الاتحاد الافريقي مش عارفين يخشوا، مش عارفين ينزلوا مش عارفين ينزلوا الملعب، ورئيس الاتحاد يا جماعه ده منظر وزير شباب والرياضه بيبقى بالمنظر ده. بص معايا في الفيديو ده، ينفع وزير شباب والرياضه يدخل بالمنظر ده ومسؤولين الاتحاد الافريقي؟ هو ده كلام؟ ده ينفع؟ بلد بحجمنا، بحجم تنظيماتنا اللي بننظمها قبل كده واللي جايه، يبقى منظرنا بالمنظر ده؟ انت كمشاهد هتقول لي ما السبب مش الزمالك بس، يا اللي بيتفرج عليا وبيسمع، ما حدش قال الزمالك بس لو انت اللي بتصدر الازمه. يعني انت عايز تقول لي اللعيبه دي كلها مش معرفه مراتاتها وقرايبهم واصحابهم واخواتهم اقفوا في الممر عشان ندخلكم؟ طبعا قايلين لهم. اللي دخل بقى باهله، اللي دخل بعيلته، اللي دخل اخواته، اللي دخل من الجمهور نفسه اللي هو لا قريب لعيب ولا جهاز فني، دخل ما بقى زراميط بقى فرح العمده. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الكلام ده. يا ريت الناس تكون اتعلمت من اخطائها، ويا ريت المشهد ده ما يتكررش تاني. دي كانت من ضمن الاحداث اللي عملت لغط والفيديوهات اللي عملت لغط على السوشيال ميديا. ان شاء الله ما نشوفش المنظر ده يوم السبت في مباراه الاهلي والترجي. ويا ريت تشاركونا بتعليقاتكم في الفيديو وتقولوا لنا ايه ارائكم في المناظر اللي انتم شفتوها بعد نهايه مباراه كاس الكونفدراليه. السلام عليكم.